ايجي كيدز. ازيك يا ماما؟ اخيرا انا اخدت الاجازه. الحمد لله يا ليلى، انا حاسه ان انا اللي خدت الاجازه مش انتي. اخيرا بقى هلعب براحتي وهقدر اعمل اي حاجه براحتي. مين قالك بقى؟ ده الاجازه وقت حلو جدا عشان نستثمره ونعرف احنا عايزين ايه في حياتنا الجايه. بصراحه يا ماما انا مش عايزه اعرف اي حاجه غير النوم والانتخ. طب تفتكري اي شخصيه مهمه او ملكه من ملكات زمان كانت بتقول نفس كلامك كده، ما بتعملش حاجه في دنيتها؟ لا ثانيه واحده، هو كان في ملكات زمان بتحكم مصر وبلدنا؟ طبعا يا ليلى، انتي ما تعرفيش ولا ايه؟ بصي، انتي ممكن تدخلي تريحي شويه، وانا عندي كتاب لملكات مصر تقريه وانتي هتعرفي كل حاجه. ماشي، انا داخله اقرا الكتاب واريح ساعتين. الله، ده كتاب شيق جدا وفيه معلومات كتيره جدا. مش عارفه، حاسه ان انا عشت كده وتعبت. انا شكلي عايزه اخش انام. انا هخش انام بقى وخلاص. وفعلا نامت ليلى في نوم عميق، ودخلت السحابة من الشباك عشان تاخدها. يلا يا ليلى، زي ما وعدت كل ما هتقري كتاب عن مصر هاجي واوريهولك بنفسي. واو! يلا يا ليلى، نرجع لمصر القديمة عشان اوريكي ملكات مصر القديمة. ملكات مصر يا ليلى كانوا عظماء قوي، والتاريخ كله فاكرهم لغاية النهاردة. وهبتدي النهاردة بملكة مهمة جدا، الملكة حتشبسوت. وأول ما بنقول حتشبسوت بنفتكر على طول معبد الدير البحري بالأقصر. والملكة حتشبسوت كانت من أنجح ملكات المصريين القدماء، كانت بنت الملك تحتمس الأول، وجدها كان أحمد. وجدت صعوبة فظيعة جدا في تولي العرش، لكنها ما استسلمتش وواجهت بكل إصرار وعند. وكان من أهم إنجازاتها إنها عملت أسطول تجاري بسفن كبيرة جدا عشان يحصل تبادل تجاري ما بينها وما بين بلاد تانية. وأشهر رحلة تجارية اللي عملتها لبلاد بونت. وعصرها كان بيتميز بالرخاء والسلام. تاني واحدة هكلمك عنها هي الملكة نفرتيتي، وهي أقوى النساء في مصر القديمة، وهي زوجة الملك أخناتون واللي ساعدت توت عنخ آمون في تولي الحكم. ومعنى اسم نفرتيتي هو الجميلة، وكانت بتساعد أخناتون في كل الثورات الدينية اللي قام بيها في فترة حكمه. والملكة الثالثة اللي هحكيلك عليها هي الملكة نفرتاري، زوجة رمسيس الثاني، وكانت أحب زوجات رمسيس الثاني ليه من أصل 8 زوجات، وهو ده معنى اسمها المحبوبة الذي لا مثيل لها. وكانت من أقوى وأجمل ملكات مصر القديمة. ورابع واحدة هكلمك عنها هي كليوباترا الجميلة جدا، وآخر ملوك الأسرة المقدونية. كان في صراع بينها وبين أخوها، وأدى الصراع ده إن أخوها طردها برا مصر، بس هي عرفت بنفوذها وذكائها إنها ترجع مصر تاني وتحكمها فترة طويلة. أما خامس واحدة هكلمك عنها فهي شجرة الدر، وهي المرأة الوحيدة اللي استطاعت تولي عرش مصر بعد الفتح الإسلامي، وكانت جارية السلطان الصالح نجم الدين أيوب. ودلوقتي أقدر أرجعك البيت، وبرضه بوعدك كل ما هتقري كتاب هاجي وأوريهولك عن مصر القديمة.